أقول كلمة لو تسمحوا لي لجميع المنتجين والمخرجين. الآن لما بيجينا السيناريو بس المشاهد حقتنا، وهذه غلطة كبيرة المفروض ما تحصل. يعني حتى لو انت ما تبغى تصرف على الكتيب او على الكوبيس، لا احنا ممكن نصرف، بس ابعت لي اياها كلها. عايزين نقول حاجه بس، انا بس اسمح لي بس الكلمه دي. ما هي في النقطه دي بس. اللي بيحصل دلوقتي من الاجتماعات، مش بقول على مصر ولا غير مصر، ضد كل ده. يعني خدوا قرارات ان مش هينفع يتعمل اي عمل من غير ما يوصل للممثل ولكل الناس كامل. للاسف ما بيوصل. ما انا بقول لك خدوا قرارات الاسبوع ده. يعني انا كنت المفروض ان انا مشاركه في مسلسل بنات همام ده زمان واحنا صغيرين، بقول لك خدوا قرارات. انا بقول لك على الوقت الحاضر، سيبك من زمان، على الوقت الحاضر الاسبوع ده يا استاذه شيرين. وهذا غلط، لانه انت تبغاني يعني العب الشخصيه هذه. طب انا كيف حلعب الشخصيه اذا انا ماني فاهمه القصه من اولها؟ لما يجي المشهد علي خدوا قرارات، مش هيجي لك سيناريو ولا مشهد من غير ما يبقى كامل، وقالوا الممثلين يرفضوا. الحمد لله كده يعني. والله انا اتمنى، لانه انا بقول لك انا كنت مشاركه في بنات همام في رمضان، بس انت عارف عشان كان عندي عمليه وما قدرت اشارك فاعتذرت. لكن اللي جاني المقاطع. طب يا عمي اوكي انا حفظت المقاطع، طيب بلعب دوري، بس طب كيف حلعب يعني؟ طب هذه اللي جنبي اللي ورايا، جهات الانتاج اقولها لك ازاي، سواء اللي هي تبع ده ولا تبع ده ولا تبع ده، بترفض انها تعمل خطوه من غير ما العمل يبقى كامل. انتهى الموضوع. ودي الاجتماعات اللي بتتم في مش عارف مؤتمر الدراما ولا ايه اللي كان معمول قريب، اللي كان فيه الاستاذ محمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي وكذا. نعم. نمره واحد، من اول نمره واحد لغايه نمره 10 الموضوع ده. قالوا ما ينفعش. طب ازاي؟ بالظبط. ازاي احنا نحضر، ازاي احنا نختار ممثلين، ازاي نعمل كذا من غير ما يبقى العمل كامل؟ صح. هي الشركة الوحيدة بصراحة اللي أنا اشتغلت، الشركتين اللي أنا اشتغلت معاهم وكانوا يجيبوا السيناريو كامل، روتانا والMBC. غير كده ما يجيني، فين ما رحت فين ما نزلت ما يجيني سيناريو كامل. ما هو لما يجي فأنا أتمنى والله أتمنى إنه فعلا السيناريو يوصل لأي ممثل، سواء دوره صغير دوره كبير، لازم يكون عارف القصة كلها علشان يقدر يعمل. لما طارق الشيمي يبعت لك قولي له عايز اقرا العمل كله.